أدبائه ومبدعيه. هذا التفاعل الأصيل يدل على أننا ننتمي لشعب حضاري عريق، لسنا نبتا شيطانيا، ولسنا كما يقول مرشح الرئاسة المعتوه جينجريتش أن الفلسطينيين مجموعة من الإرهابيين وأنهم ليسوا شعبا. رددنا في حين قلنا إن صفة الشعب أو تعريف الشعب علميا تنطبق على الشعب الفلسطيني أكثر مما تنطبق على الأمريكان الذين هم في الحقيقة ملايين العمال من كل شعوب العالم يشتغلون في مصنع اسمه أمريكا، وملايين الموظفين في مكتب اسمه أمريكا. الشعب الفلسطيني في التاريخ حقيقة هو جزء من أمة عظيمة، أما الشعب الأمريكي قلنا لو نحن شعب متواضع متساهل متسامح نسمح بالقول بوجود شعب أمريكي لأنه متواضع ومتسامح، وشعب إسرائيلي لأنه متواضع ومتسامح. كلمات قليلة. هناك في الجغرافيا في المحيطات مثلث برمودا. هذا المثلث يقال انه يشفط السفن والطائرات الى الاعماق. هي اسطوره، لكن لدينا هنا حقيقه اسمها مثلث يوم الارض، تقنين عربي غير حنا يشفط مشاريع مخابرة الأرض والتهويل ويوردها في جهنم الحمراء. ويسعدني أنني كنت في هذا المثلث الجميل، مثلث بهاء لنا ومثلث رعب للغزاة الطامعين في ترابنا وفي شجرنا. كنا في هذا المثلث قبل يوم الأرض وفي يوم الأرض 30 آذار، وشاركنا في المفاوضات لإطلاق سراح فرقة عسكرية ودبابة في عرابي من أهل عرابي. حوصلت فرقة عسكرية حاصرها أهل عرابي، وتدخلت لجنة الدفاع عن الأراضي من شان الله خلوهم يروحوا سالمين غانمين ويحلوا عن ظهرنا. يا سيدي غنمين بالحياة، غنمين من عايشين. فعلاقتنا بعرابي وسخنين وبجرحنا هي علاقة كفاح ودم ودموع وأمل وحلم وطموح ومستقبل لا مفر منه، مستقبل الحرية والكرامة في وطننا وطن آبائنا وأجدادنا. الشيء الذي يزعجني حقيقة أنني في ظل زيتونة في عرابة كتبت قصيدة ألقيتها بالذكرى الأولى ليوم الأرض عام 77. لا أتذكر الزيتونة التي كتبت تحتها القصيدة. الذي يدلني على هذه الزيتونة بعطيه زيتون بران. وكان من أبيات هذه القصيدة التي كتبت تحت زيتونة في عربة البطروق كلمات تقول: يخبو الكلام وتغرب الأصداء ويغادر الخطباء والشعراء، ويظل قلبك نابضا، ويظل في القلب الكبير الإخوة الشهداء، ويظل عهد الدم نصلا طيبا، ويظل من دمنا عليك لواء. يا أم الأرض شري واستبشري، ما زال يحدث عرضك الأبناء، لك إن عطشت من العروق موارد، وإذا عريت من الدجور كتاب. وسمعت عن وجه اللصوص خرافة مهروءة
ونميمة عمياء، لو صح أنك واهب أرضي لهم أنا منك يا رب السماء براء. عربية كانت وتبقى أرضنا عربية وتسخط السفهاء. عربية كانت وتبقى أرضنا عربية وتسخط السفهاء. هذه هي حرارة البطول، هذه هي تقنين، هذه هي درحنا، هذا هو شعبنا الطيب في وجداننا، في شراييننا، في كلماتنا، من يوم وعينا إلى يوم رحيلنا. ويقال في كتاب الله العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن ما بدلنا تبديلا، نحن لهذا الوطن وفي هذا الوطن الى يوم القيامه. سلام الله عليكم، بوركتم، بورك الحراره، بورك شعبنا، بورك التنظيم وجرحنا وهذا الشعب الرائع والطيب والاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقنا لم ينتهي بعد. الفنان محمود مدني بقدم لوحة هدية للشاعر الكبير